ايه يا جماعة ده؟ هو ايه اللي حصل للأسعار؟ انزل السوق الاقي الطماطم وصلت 20 جنيه، والبتنجان الأسمر وصل 15 و20 جنيه للأبيض. يعني عشان نعمل محشي بتنجان نروح نجيب الكيلو ب20 جنيه؟ لا والله، قلت لازم ألف وارجع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. بجد لما نزلت السوق اتصدمت من الأسعار، فقلت لا، أنا هرجع. عندي نص كيلو لحمة في التلاجة، احنا نعمله أي حاجة بقى ونشوف الدنيا فيها ايه. طلعت نص كيلو لحمة وعملت كفتة كده، حطيت عليه حبايتين بصل متوسطين كده، فرمتهم معاه وفصين توم وعودين بقدونس، وصبعناها وحطيناها في الفريزر. شدت كده شوية زي ما انتوا شايفين من بالليل ورجعت. لا ما ينفعش كده. وعملنا جنبها كده زي ما انتوا شايفين شوية رز مبهر، نزلنا كده بعود القرفة وليمون مجفف، وعندك كركم كاري والتوابل بتاعتك ومرقة ماجي. وعملنا الرز زي ما انتوا شايفين كده. هننزل بمعلقة مرقة الماجي كده، بودرة الماجي والملح بتاعنا، ونزود عادي، ونعمل حبة بطاطس جنبهم. وبجد حرام، حرام الأسعار اللي الواحد بيسمعها دي. بجد ربنا يرحمنا برحمته. يعني كتر خير الناس، والله يكون في عون الناس بجد اللي على قد حالها. هعمل جنبهم شوية سلطة كده، ونعمل بقى اي شوية عصير، والناس تمشي نفسها. بس عايزة اقول لكم فعلا ان الولاد حتى فرحانين يعني بالحاجات اللي بتتعمل البسيطة دي في نظرنا بالنسبة لنا احنا. فالولاد الصغيرين بيفرحوا بيها اكتر من المحشي واكتر من الطبيخ واكتر من الحاجات دي. وده كان طبق سمبوسك في الفريزر انا شايلاه، جبنة على لحمة. طلعته قلت له تعالى بقى، ما بدهاش كده، تعالى جنب الكفتة اللي احنا عاملينها، وتعالى ده احنا هنعمل سفرة ايه متينة النهاردة. وعملنا الخشاف بتاعنا، وعملنا الرز كده زي ما انتوا شايفين، وجنبه سلطة خضرة، سلطة طحينة. وبلاها محشي، مش هناكل محشي. حتى احنا عاملين رجيم، اصل رمضان ده للتوفير مش للتبذير. وكل سنة وانتوا طيبين. وايه رأيكم في سفرتي النهاردة؟ بسيطة خفيفة من غير محشي. اشوفكم على خير في فيديو جديد.